تخيل ان يكون الحاجز اللي ما بينك وما بين احلامك هو المكان اللي انت عايش فيه، ونسميهولك الموقع الجغرافي. اكيد سمعت قبل كده او شفت حد في ثانويه عامه وهو بيعمل الرغبات بتاعته وهو نفسه يدخل كليه معينه او جامعه معينه، لكنه مش عارف علشان جمله واحده بس، وهي انك لازم تراعي الموقع الجغرافي. من هنا ومن قبل ما يطلع حتى لسوق العمل او يبدا يطلع للحياه اساسا بدا يترسم له سور الموقع الجغرافي. ايه هي بقى مشكلة السور ده وازاي بيأثر على الجيل الحالي، وهل المشكلة دي كانت موجودة عند الجيل الأقدم، وليه لازم نكسر السور ده وازاي؟ هو ده اللي هنتكلم فيه في حلقة النهاردة. فأول حاجة عايزك تنزل تعمل لايك وتنزل تشترك في القناة لو انت لسه مش مشترك، ويلا نشوف ايه الموضوع من غير فلسفة. تعال نبدأ بالجيل القديم والتحديات والمشاكل اللي كانت بتواجههم في حياتهم، المشاكل العادية الاجتماعية اللي كانت موجودة في وقتها. وبص، انا مش ناوي ادخل في صراع اجيال ولا الكلام الفارغ ده كله، انا بس بتكلم وبحط الضوء على المشاكل اللي كانت موجوده في وقتهم وايه مقارنتها بالمشاكل اللي موجوده دلوقتي. قبل اي حاجه انا عاوز اقول زي ما قلنا، من غير اي مشاكل او من غير اي صراعات اجيال، المشاكل اللي كان بيعدي بيها الجيل القديم اقل بكتير قوي من المشاكل اللي بيعدي بيها الجيل الحالي. ومن غير اي مبالغات، تخيل شخص اتولد في الستينات او السبعينات من القرن اللي فات، والشخص ده خلص التعليم بتاعه، سواء كان التعليم المتوسط او التعليم العالي، الاتنين سيان. الشخص ده خلص التعليم. ايه كأي شاب او اي شخص في الحياة عموما بيدور على ايه؟ هيدور على 3 حاجات: الشغل، البيت، الجواز. تعال نبدأ بأول حاجة، الشغل. بالنسبة لهم او بالنسبة للجيل القديم، بالنسبة للشغل من السهل جدا ان هو يلاقي شغل في المحيط بتاعه، وهو مش مضطر انه يخرج من المدينه بتاعته علشان يلاقي شغل. انا مش هقول ان هو هيلاقي شغل يخليه عايش غني، لكن بنتكلم هنا على شغل هيخليه عايش حياه كريمه، الحياه اللي هو ممكن يكون مستقر فيها ومبسوط، بس حياته مبسوط بالشغل بتاعه او الدخل اللي مدخله له الشغل ده. ساعتها هو مش مضطر فعلا انه يطلع من المدينه دي، والشغل بتاعه هيكون في قريب من البيت او باقصى حد تلت ساعة عن بيته أو نص ساعة عن بيته. ليه؟ لأن الفرص كتير. هو بالنسبة له دلوقتي أنا خلصت الشغل، سواء كانت، خلي بالك أنا بتكلم على التعليم المتوسط كمان، التعليم المتوسط كان بيلاقي شغله. دلوقتي التعليم المتوسط لو معهوش أي صنعة أو معهوش أي حاجة الدنيا صعبة، هنتكلم عن ده قدام. لكن دلوقتي بنتكلم على الجيل القديم، خلص تعليمه سواء متوسط او عالي، لقى شغله جنب البيت او شغله قريب من البيت او في المحيط بتاعه، ومن غير اي تعب ومن غير ما يستنى سنين طويله. وكان بيتكلم كمان على ايه؟ مش بس شغل القطاع الخاص، لا، ده ممكن يلاقي شغل في الحكومه، اللي هو الوظيفه او الحلم اللي هو بيتكلم فيه اي بني ادم دلوقتي او اي انسان في مصر بيتكلم عن حلم الوظيفه. جميل جميل. خلصنا اول حاجه اللي هي الشغل. تاني حاجه البيت. كان زمان فكره ان هو يبقى عنده بيت ملكه موجود عائي، يعني في المكان اللي هو اصلا اتولد فيه او اتربى فيه، كان الموضوع سهل، اسهل بكتير. سواء كان البيت ده بيت عيله دور تاني، سواء كان بيت جنبه اتبناله او ايا كان، هو من السهل ان هو يكون عنده بيته، البيت الملك بتاعه اللي هيقدر يعيش فيه. دلوقتي بقى معاه حاجتين من الشروط الاساسيه اصلا اللي بيدور عليها اي شاب او اي انسان عموما في الحياه: شغل يوفر له حياه كريمه من غير ما يتعب ومن غير ما يجري ويسافر ويعمل، والحاجه الثانيه هي البيت. الحاجه الثالثه واللي بتيجي اصلا منطقيا وتباعا للاثنين الاولانيين، الجواز. الجواز اصلا اللي كانت دلوقتي او اللي بقت دلوقتي في الزمن اللي موجود دلوقتي، بقت من المهمات الشبه مستحيله او الصعبه جدا على الشباب، خصوصا اللي عايز يبدا من الصفر او من تحت الصفر، في حاله اصلا الشباب كتير دلوقتي. كانت زمان منطقيه وبديهيه. ليه بقى؟ تلاقي دايما الجيل القديم بيقول لك جمله اللي هو ده انت اللي في سنك زمان كان بيبقى فاتح بيت. على فكره الجمله دي ما هياش تعيب الجيل الحالي ابدا، لكنها بتعبر تعبير تام عن المشاكل وقد ايه الضغوطات الموجوده دلوقتي، وقد ايه الصعوبات اصلا عشان توصل لحاجه كانت زمان بديهيه دلوقتي بقت صعبه. فدلوقتي هي مشكله مش مشكله الجيل دلوقتي، ولا هو متقاعس ولا هو مش عاوز يتحمل مسؤوليه، لكن الصعاب والمشاكل اللي بتواجههم دلوقتي اكبر بكتير من مشاكل الجيل القديم، اللي كان بمجرد ما بيخلص تعليمه شغل، بيت، جواز، والثلاثه بيبقوا حاجه مضمونه. وبكرر تاني، اللي احنا بنتكلم دلوقتي على حياه كريمه، حد بيدور ان هو يعيش حياه كريمه، حياه عاديه. ما بتكلمش عن حد بيدور ان هو يبقى غني، عشان الناس اللي بتسافر يقول لك ده مش عارف مين سافر وانا سافرت وعشت بره واتغربت وبتاع. ده بيتكلم على بيجمع فلوس كتير. بيتكلم على اللي عايش هنا بمجرد ان هو عاوز يعيش حياه كريمه بس. دي كانت مشكله الجيل القديم او المشاكل اللي ممكن تقابل الجيل القديم في وقتها. الصعاب كانت اقل، المشاكل اقل كتير. لكن ايه بقى اللي ممكن يكون مواجه الجيل دلوقتي او الجيل الحالي؟
تمر سنين وسنين وسنين، ويجي وقت دلوقتي الجيل الجديد شاب فيه نفس المواصفات، نفس كل حاجه ونفس الشروط اللي كانت موجوده في الشاب اللي اتولد في الستينات او السبعينات، هنعيد معاه نفس الخطوات في الجيل الحالي. دلوقتي الشخص ده اتخلص تعليمه سواء كان متوسط برضه او تعليم عالي، وبدا يدور على شغل في المحيط بتاعه في الدايره بتاعته، ومش عاوز يخرج من المدينه خالص. هو خلاص عاوز يعيش نفس الظروف اللي عاشها جده اللي كان اتولد في الستينات. انا دلوقتي عاوز اعيش او عايز اشتغل شغلانه تكون قريبه من البيت، وكمان اعيش في المكان اللي انا عايش فيه من وانا صغير، وكمان عاوز اتجوز بسرعه. ايه النتيجه اللي ممكن تكون لنفس الخطوات اللي مشيها حد في الستينات؟ هتكون نتيجة في الأغلب هتكون الفشل. يا إما هيعيش حياة أقل بكتير قوي من الحياة اللي كان عايشها الشخص اللي في الستينات بالمقارنة لنفس الظروف. ليه؟ لأن أنت دلوقتي بتتكلم على شخص عاوز يدور على وظيفة بتدخله حياة أو دخل كريم، أو دخل يعني عايشه حياة كريمة في المكان اللي هو فيه، من غير ما يخرج منه ومن غير ما يطلع بره الدايرة بتاعته. هتجيبها إزاي؟ دايما المشاكل دلوقتي ان اي دخل او اي شغل هيبقى قريب منك هتبقى مشكلته ان الدخل بتاعه هيبقى قليل قوي. ليه؟ لان خلي بالك انت لازم تفكر انك مش لوحدك اللي بتفكر في نفس الحاجه دي، انك مش لوحدك اللي عاوز تعيش نفس حياه الامان والحياه المستقره اللي انت عاوز تعيش في نفس المكان اللي انت عشت فيه او اتولدت فيه وتكمل فيه بنفس الشغل. لا، في غيرك الافات، والالافات دول بيدوروا وبيتنافسوا على نفس الوظيفه اللي انت عاوز تدور عليها. طيب ايه اللي وصلنا بقى، او ايه اللي وصل الدنيا للحال ده، او ايه اللي وصلنا للنتائج دي ان يخلي نفس الظروف ما تطلعش نفس النتائج؟ الموضوع او الاجابه ببساطه ان اللي سبق كان النبأ. يعني العدد زاد، العدد كبر عن زمان كتير. زمان كانت الضغوطات او زمان المنافسه على وظيفه معينه كانت اقل بكتير، او العدد اللي رايح عليها اقل بكتير من الجيل الحالي. دلوقتي انت علشان توصل لوظيفه معينه لازم تكون يا اما تكون تنين في مجالك، يا اما تكون في مكان ما فيهوش منافسه اصلا، مكان بعيد. فانت دلوقتي لو عايز تشتغل في وظيفه معينه لازم يكون عندك شروط، يا اما تكون لوحدك في المكان اللي انت فيه، وده دلوقتي بقى صعب جدا، يا اما تكون تنين في الشغلانه اللي انت عاوز تعملها. ليه؟ علشان تقدر توصل للوظيفه دي او توصل للفرصه دي في المكان اللي انت عايزه. لكن دلوقتي هل المشكله كده خلاص ضلمت على الجيل دلوقتي ومفيش اي امل ولا في اي فرصه؟ لا، مش ضلمت، لكن اللي لازم تعرفه ان الحل مش هيجيلك لغايه عندك. زي ما بيتقال الرزق يحب الخفيه. انت دلوقتي بقيت مسجون في سجن المكان اللي انت عايش فيه، بقيت متحوط بسور من الموقع الجغرافي. دلوقتي بقى كل الناس عايشه بنفس المحيط اللي انت عايش فيه. العدد اللي انت فيه، بص حواليك هتلاقي العدد كتير قوي، ايا كان انت متخرج من ايه، ايا كان الوظيفه اللي انت عاوز تشتغلها ايه، ايا كان المهارات اللي عندك، بص للي حواليك هتلاقي العدد كبير قوي قوي، وفي منك كتير، في منك 10 و20 و100 و1000. طب ايه الحل دلوقتي؟ الحل عندك حلين. يا اما تقعد في المكان اللي انت فيه وتحاول انك تكون تنين. ازاي تنين؟ انك تبدا تحاول تنمي المهارات اللي عندك او المهارات اللي موجوده عندك تقدر تستخدمها، وده طبعا هيبدا يستخدم منك او يستهلكك وقت كبير قوي. فلو انت دلوقتي في اول العشرينات محتاج مثلا لغايه ال30 علشان تقدر ان انت تبقى وصلت في مجال معين او في حته معينه. ده انا بتكلم اصلا على فكره انك عندك مهاره معينه انت عارفها وشغال عليها بتنميها. قدامك على الاقل 10 سنين عشان تبقى تنين في المجال ده او في المهاره دي، بحيث انها تفيدك تخليه تقدر تنافس على المجال اللي انت او في الوسط اللي انت موجود فيه، فتبدا ان انت تكسب وتعيش الحياه الكريمه اللي انت عاوزها. حلو. الحل الثاني هو انك تخبط السور ده برجليك، تطلع بره، وهو ده الحل اللي يعتبر متاح دلوقتي بالنسبه للجيل الحالي. دلوقتي رفاهيه انك تفضل موجود في المكان اللي انت اتولدت فيه وعاوز تعيش في نفس المكان بنفس الامان بنفس الدايره اللي انت عايش فيها بقى صعب جدا. فبقى دلوقتي علشان تكسب او علشان تقدر ان انت تعيش لازم تقرر انك تخرج من هنا. جرب انك وانت قاعد في مكانك تبدا تدور على فرص شغل. هتقول لي ان انا مش لاقي فرص شغل للمجال بتاعي مثلا بمرتبات كويسه او بدخل كويس. طب جرب تدور تاني اكتر، هتبص تلاقي في اعلانات او في حاجات فرص شغل بتيجي، لكن هتبص دايما الشرط بتاعها انك تكون موجود في المكان المعين اللي موجود في فرصه الشغل. فرصه الشغل كويسه جدا وراكبه عليك وعلى مهاراتك وبكل التفاصيل بتاعتك يا معلم، بتاعتك جدا كمان. لكن بص بقى، اول ما بتقرا العنوان او تقرا تحت التفاصيل، عايزين حد في المكان البعيد قوي عنك ده.
طيب انت دلوقتي قاعد في المكان اللي انت فيه، لو انت فضلت قاعد مستني فرصه زي دي في المكان اللي انت فيه، انت عارف كويس قوي ان هي مش هتيجي. فانت لازم غصب عنك تكسر السور ده وتبدا تجري ورا كل فرصه هتجي لك. يعني انت دلوقتي شغلك محتاج ان انت تكون في مكان سين، مكان معين، والمكان ده بعيد قوي عنك، والمكان ده هتكون عايش فيه في بيت مش ملك هتقدر ان انت تتنقل، او هيبقى عندك لازم اجبار ان انت تتنقل ما بين المكان ده للمكان ده، وبعد كده يمكن تلاقي فرصه احسن كمان تتنقل من المكان ده للمكان ده. للاسف الموضوع ده ما بقاش رفاهيه، ودلوقتي بقى لازم تعمل ده، ولازم تتحرر من السجن ده. لازم تسافر، ولازم تتحرك، ولازم تتغرب، ولازم تروح من مكان لمكان، وايا كان فرصه الشغل دي فين لازم تروحها. ليه؟ لانك مش هتلاقيها في المكان اللي انت موجود فيه. فتفتكر دايما انك مش هتلاقي الشغل او مش هتلاقي الفرصه قدامك او تحت رجليك. الخلاصه انك لازم تخرج من سجن المكان اللي انت عايش فيه، ولازم تخرج من الدايره الامنه اللي انت عايش فيها، لان ببساطه زي ما بيتقال نو ريسك نو فن. ولو فضلت حابس نفسك في نفس المكان، في سجن السور اللي انت خلقته لنفسك، سجن السور المكان او الموقع الجغرافي، عمرك ما هتقدر تتقدم خطوات في حياتك ولا تقدم اي شيء. ولازم تسافر، فانت لست شجره وتتحرك من مكانك. ولازم كمان تنزل تعمل لايك، تنزل تشترك في القناه لو انت مش مشترك، وتقول لي تحت في الكومنتات ايه المشاكل اللي ممكن تكون برضو بتواجه الجيل اللي موجود دلوقتي، وليه الجيل القديم برضو من وجهة نظرك كان حياته يعتبر الى حد ما ابسط، وليه هم برضو شايفين ان الجيل الجديد ما بيتعبش في اي حاجه وجيل متدلع. والسلام عليكم.